أعلن الناخب الوطني وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم لائحة اللاعبين المشاركين في مونديال قطر 2022 بحضور المدافع بدر بنون والمهاجم عبد الرزاق حمد الله. وقال الركراكي ضمن ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس أنه اختار 3 حراس للمرمى من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم، وهم ياسين بونو، منير المحمدي ورضا التكنوسي. أما بالنسبة لخط الدفاع، قد وجه الناخب الوطني الدعوة إلى كل من بدر بنون، يحيى عطية الله، أشرف حكيمي، رومان سايس، بجانب أشرف داري ونيف أكرد وجواد اليميق وأيضا نصير مزراوي. كما اختار وليد الركراكي استعانة بخدمات لاعبي الوسط بلال الخنوس وعبد الحميد الصابري ويحيى جبران وعز الدين أناحي، سفيان أمرابط وسليم أملاح. ويعول المنتخب الوطني المغربي في المونديال أيضا على حضور لاعبين حكيم زياش وأمين حارث ويوسف النصيري وإلياس الشاعر وزكريا أبو خلال وعبد الصمد الزلزولي وسفيان بوفال ووليد شديرة وعبد الرزاق حمد الله الذي كان مفاجأة هذه التشكيلة. وإذا كانت خيارات الناخب الوطني وليد الركراكي فاجئة بدعوة حمد الله والخنوس إلى اللعب في كأس العالم، فإن حدة المفاجأة تزداد بغياب أسماء أبرزها أيوب الكعبي والأخوان ريان وسامي مي. يجب بالذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم 2022 المنظمة بقطر وضعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب كل من كرواتيا، بلجيكا وكندا.